الوسيلة الوحيدة لجعل حياتك سهلة نوعا ما ولضمان حياة كريمة لعائلتك هي زراعة الكوكا والماريجوانا فقط. في الهكتار الواحد ينمو 10,000 شجيرة من الكوكا، وهم يزرعونها قريبة جدا من بعضها بعضا. على جميع الكولومبيين أن يدمروا مزارعهم غير القانونية، ففي كولومبيا تمنع زراعة الكوكا. إنهم يخوضون حربا ضد الفلاحين، يرسلون الجيش النظامي مع الأسلحة والهراوات لكي ينزعوا الكوكا التي زرعناها. نجني مكاسب أقل من الجميع لقاء أوراق الكوكا. الأموال الكبيرة يحصل عليها من يمارس تجارة المخدرات، لكن سياسة التعقب موجهة نحو الفلاحين الفقراء الذين يزرعون الكوكا. نحن الآن في طريقنا إلى مجموعتنا التي أمثلها من العمال في مزارع الكوكا. هذا وفد آخر جاء من البلدية بايس. نعم، هاكم ممثلو بلدية بايس، مجموعة جيدة. نحن نرتاح الآن. نحضر الطعام في مطبخ المعسكر. لقد جمعنا حطبا جيدا لكي نستطيع الاستمرار بالعيش والنضال. لدينا هنا وفد هام. إنهم هناك أيضا يزرعون الماريجوانا والكوكا أيضا؟ نعم، وبعض الكوكا أيضا. نحن نقوم بالشيء نفسه، بالزراعة. لدى رفاقنا مزاج جيد لأننا أعددنا اللحم في هذا اليوم. كلنا يد واحدة في هذا المعسكر. نود الوصول إلى تنفيذ الاتفاق. الحكومة لا تنفذ التزاماتها. وضعنا هنا ليس جيدا، ولكننا سنتابع النضال من أجل حقوقنا إلى أن نحصل على ما نريد. يوجد هنا الآن حوالي 2000 فلاح إلى جانب رفاقنا الموجودين هنا. في الجانب الآخر يوجد أناسنا أيضا. لقد قرروا أن ينتشروا بعيدا عن الجميع، وذلك لأنهم يشعرون بالتوتر ويخافون من أن تقوم الوحدة الخاصة من الشرطة الكولومبية بالاقتحام وتخريب أطعمتنا وأغراضنا التي نحن بأمس الحاجة إليها. الناس مصممون على الكفاح وعلى متابعة النضال والمضي قدما نحو الهدف المشترك لنا جميعا. هدفنا هو تحقيق الاعتراف بالفلاحين في كولومبيا. من أجل هذا نحن نناضل. ولدت عام 1981. عمري 37 عاما. ترعرعت في الأراضي التي يمارس الجميع فيها زراعة الكوكا. أسرتي أيضا تزرعها. الأموال التي حصلنا عليها من بيع أوراق الكوكا منحتنا الأشياء الضرورية لي ولأسرتي، بما في ذلك الطبابة والتعليم. كنا بعد أن نجمع كل محصول الكوكا في مزرعة والدي نمضي لنجمعها عند الجيران. كانت هذه العملية دورية كدائرة مغلقة. عندها كنا ننتقل من مزرعة إلى أخرى لجمع الكوكا. هكذا عاشت كل الأسر. عندما لا يكون عندي مال لأطعم أسرتي كنت أذهب إلى الشخص الذي يشتري مني أوراق الكوكا وأقول له: سأجمع المحصول خلال 15 يوما، طالبا منه مبلغا
كدين، وكان يعطيني المال اللازم، وعندما كنت أجمع المحصول كنت أعيد له الدين بورق الكوكا. هل البدلة جاهزة يا أبي؟ أليس لديك جوارب؟ البسها، البسها، ولكن نظف نفسك. لدي أسرة جيدة، زوجة و3 أولاد. أحدهم في 16 من عمره، والآخر في 10، والطفلة في 6 من عمرها. الأكبر يود أن يصبح مغنيا وراقصا، والأوسط يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم. أما البنت الصغيرة فتقول إنها تود أن تغدو طبيبة. هذا ما يحلمون به. إنهم يدرسون. يذهب الصبيان إلى المعهد، أما الطفلة فتذهب إلى المدرسة. أتريد القهوة؟ كلا. أود أن يتابعوا دراستهم وأن يدخلوا الجامعة. هذا غير ممكن هنا عملياً. لا أريد أن يكونوا مثلنا، بل أن يحصلوا على مهنة لكي يساعدهم ذلك لأن يغدوا أشخاصاً نافعين، وأن يحققوا شيئاً ما، وألا يكونوا عبيداً. يبدأ يوم العمل عادة بوقت مبكر جدا، ما بين 5:30 و6 صباحا. يعمل الناس طيلة اليوم وحتى 5 مساء، عادة حتى نهاية اليوم. يستطيع العامل الجيد جمع قرابة 150 كيلوغراما من الأوراق. النباتات التي ترونها من نوع وسط، لديهم أوراق جيدة، لكن الشجيرات عالية جدا وكبيرة جدا. هناك شجيرات أصغر وجمع الأوراق منها أسهل، ويكون محظوظا من تكون من نصيبه. العلاقة بين الفلاح الذي يزرع الكوكا وتاجر المخدرات واهية جدا. أنا لست تاجر مخدرات، ولست عضوا في أي عصابة. إنني أزرع الكوكا لكي أبقى على قيد الحياة. أنا لم أجمع ثروة. لن تجدوا تاجر مخدرات يعيش في مثل هذه الظروف أبدا. لن تروا أبدا هنا تاجر مخدرات يمضي في دروبنا بحذاء عصري، ولهذا فالأمر بالنسبة لي لا يخضع حتى للمقارنة. اثنا عشر 12 كيلو، رائع. 14 كيلوغراما مناسب. هذا مختبر، وفي المواقع ال5 الأخرى يوجد مثيل له تماما. غالبا ما تنمو الشجيرات بعيدا، ولكي لا يضطروا إلى نقل الأوراق يتم عمل كل شيء بمكان قريب، وإلا فسيكون من الضروري جلب كل شيء على الحمير. ومن يشتري؟ أشخاص من المافيا. إنهم ينقلون كل ذلك إلى مختبرات كبيرة، وهناك يصنعون من المعجون مخدرات مشبعة أكثر بالمواد الكيميائية وتغدو فاعليتها أقوى. هنا يتم إنتاج الأساس فقط، وفيما بعد ينقونها أكثر وتصبح أغلى بكثير. ما من أحد يريد أن يعمل مع هذه المواد، لكن الظروف تجبرنا على ذلك. لو أن أسعار القصب أو القرفة أعلى
لما عملت في زراعة الكوكا، لأن ذلك مرهون بالمواد الكيميائية، وكل ذلك ضار بالإنسان. عندي 3 أطفال يعيشون في البابايان ويدرسون هناك، ولكن لو لم أكن أعمل في هذا المجال لما استطعت أن أؤمن كل شهر مصروف الدراسة. إنهم يدرسون في جامعة خاصة، واحد في طب الأسنان وآخر في الهندسة، وهذا يكلف الكثير من المال. لهذا يزرع الناس الكوكا لأنهم مضطرون وليس لأنهم يرغبون في ذلك. يجب أن نكون حذرين في التعبير. زراعة الكوكا بشكل غير قانوني أمر ممنوع. نحن نتحدث عن برنامج يشمل 100,000 عائلة في كل أراضي كولومبيا، من الحدود مع فنزويلا إلى الحدود مع إكوادور. يجب انتزاع جميع الغراس، ولكن في الوقت ذاته يجب أن يكون لدى الناس مورد، دخل بديل غير مرتبط بزراعة الكوكا. الجانب الآخر هو أنه لا بد أن نعطي الفلاحين برنامجا بديلا أو زراعة أخرى حتى لا يعودوا مجددا لزراعة الكوكا. وأخيرا يجب أن يكون للدولة حضور في هذه المناطق النائية من كولومبيا، بالطبع مع مقترحاتها وخدماتها: الطب، التعليم، الطرقات، الكهرباء وغير ذلك من الأمور اللازمة للحياة. جاءتني تهديدات هاتفية: كف عن العمل في مسار التسوية السلمية، كف عن العمل في مجال برنامج استبدال أنواع المزروعات. كان علينا أن نغادر مزرعتنا حيث عشنا ل17 عاما، وتوجب علينا أن نترك هناك كل شيء لننقذ حياتنا. كان قد حل الظلام، ولاحظنا 3 أشخاص يرتدون ثيابا سوداء وجزمات مطاطية، كانوا مسلحين. زوجتي اقتربت من النافذة وتقابلت وجها لوجه مع أحدهم. سألته: ماذا تفعل؟ ماذا تفعلون هناك؟ وبقي واقفا مستندا إلى الجدار، هكذا وقف. قالت لي: لا تخرج، لا تخرج، هذا خطر. صفقت الباب وأغلقت على أنفسنا مع الأولاد الباب من الداخل. عند منتصف الليل وصل الجيش لأننا أخبرنا العساكر بأننا في خطر. عندها كانت الساعة 12 ليلا. مرت 4 ساعات تقريبا. لو أنهم فعلوا بنا أمرا ما قبل قدوم الشرطة لكان كل شيء انتهى. الآن تجري عملية السلام، لكنهم يستمرون في قتلنا كما في زمن النزاع أو الحرب. قتلوا في جميع أرجاء البلد 400 من قادة المجتمع، لأننا نعمل في مسار السلام وفي إطار استبدال عمل المزارع. ويقوم الذين يغتنون من تجارة المخدرات، خاصة أولئك الذين يسيطرون على زراعة الكوكا، يقومون بقتل القادة الاجتماعيين. إنهم يرون أننا نسبب المشاكل، فلا بد من قتلنا وطردنا من أراضينا. نحن مشكلة لهم، لا بد من التخلص منا. سابقا كنا نريد أن يتم كل شيء بشكل سلمي، كانت هذه أفكارنا، لكننا لم نتوصل إلى شيء. الآن عندما عانينا الكثير من حكومتنا بقيادة الرئيس
بتنا نريد أن يأتوا إلى هنا إلى الكوكا وأن ينظروا في وجوه المزارعين عموما لكي يروا ما الذي يجري عندنا. الآن نحن بحاجة للجميع بلا استثناء. لا يجوز الإعراض عن أحد لأنه لا يستطيع رمي الحجارة أو يبدو غير مفيد. لا، نحن بحاجة إلى الجميع. بيننا من يحب أن يكون في الصفوف الأولى في المقدمة، فهم لا يخافون قنابل الغاز المسيل للدموع. ولكن بهذا الشكل أو ذاك نحن جميعا نقدم الفائدة. صراعنا مشترك ونحن نناضل من أجلنا جميعا. هذه غرسة البن. نعم، نبات البن. هنا في الأعلى، هناك وهناك كانت الكوكا. كل شجيرات الكوكا انتزعناها من جذورها، والآن الحكومة تقترح المساعدات المالية لمن خرب الغرسات. في عام 2014 قمت بإرادتي الذاتية ودون مساعدة الدولة بانتزاع الكوكا. أما ما يتعلق بالكوكا المتبقية فهذه هي المزارع الأخيرة الموجودة. ما تبقى من الأرض مزروع بالبن والموز. كان في المزرعة 4 هكتارات مخصصة للكوكا، والآن لدينا أقل من هكتار. كل هذه السنوات ال5 منذ عام 2014 وحتى اليوم كان صعبا علي تمويل المزرعة لأن المواد الخام غالية والمنتجات يتم تصريفها بأسعار بخسة. علي زراعة البن والفواكه والكوكا. لقد زرعت من الأموال التي جنيتها من بيع الكوكا كل المزروعات الأخرى التي تنخفض أسعارها باستمرار. الماريجوانا والكوكا تنمو خلال 3 أشهر، لكن البن يحتاج إلى 9 أشهر. يحتاج نمو الموز إلى 16 شهرا. العنقود الكبير من الموز يحتاج إلى 18 شهرا حتى ينمو. أنا لا أستطيع ألا أزرعها سواء أردت أم لا. الظروف تجبرني على زراعة الكوكا مع أني لا أريد ذلك. هنا يجب ربطها. هذا يجب عمله مع الجوافة لأن الآلة لن تقطعها. نعم طبعا. انظر كيف نمت. انظر كيف نمت. هذه الأسرة الآن تزرع الكوكا، لكن الحكومة تطور برنامج الاستبدال الزراعي وستختفي حقول الكوكا نهائيا عما قريب. سيدمرون كل المزارع. الأمر الوحيد الذي نطلبه من الحكومة هو أن تنفذ الاتفاق. عندها سندمر مزارع الكوكا التي لا تزال موجودة. لينفذ كل جانب من جوانب البرنامج بالنسبة لكل أسرة في المدد المحددة، كان يجب منذ زمن بعيد توقيع الاتفاقيات، لكن ذلك لم يحدث. ويؤجل موعد تقديم المساعدة والبذور وغيرها. قاد ذلك إلى خلاف في الرأي، ومع الزمن تفاقم الوضع. والعديد من خصوم هذه المنظومة وبالدرجة الأولى تجار المخدرات عارضوا تنفيذ هذا البرنامج قائلين إنه لن ينجح، وكان هدفهم إجبار أسر الفلاحين على زراعة الكوكا مجددا. مخطط تبديل المزروعات جيد جدا من الناحية النظرية، لكنه لا ينفذ ولا يجري شيء.
الحكومة تحاربنا. لماذا أقول ذلك؟ لأن الحكومة ترسل إلى هنا الجيش النظامي مع السلاح والهراوات لكي يقتلعوا الكوكا التي زرعناها. إنهم لا يقدمون بديلا، ونحن لا نستطيع التخلي عن زراعة الكوكا التي يمنعها القانون. هذا ما نريده من حكومتنا. لماذا؟ لأننا تعبنا من القتال مع الجيش في مزارعنا. هنا في هذا المعسكر يحاربوننا أيضا. الشرطة والجيش من جميع الجهات. إنهم ينتظرون أن نقع في خطأ ما لكي يعتقلوا أو يقتلوا أحدنا، كما حدث ذلك إبان حالات تعبئة سابقة. لن نتخلى عن نضالنا، ولكننا لن نتخلى أيضا عن الحوار. أتخاف أحيانا؟ أحيانا نعم، لكنني أفكر في بعض الأحايين. عندي ابن عمره 8 سنوات. عندما تنهال علينا التهديدات أفكر يمكن أن يغدو ولدي وحيدا بلا مأوى. وعندما أفكر بذلك أتوصل إلى استنتاج مفاده أن علينا أن نتابع، وإن قدر لنا أن ننتصر في نضالنا فهذا من أجله، وسوف يكبر ذات يوم، ونتائج نضالنا ستكون ليس لنا بل لهم، لأطفالنا. وأيا كان الأمر، نحن مصممون بشكل حاسم على استبدال مزارع الكوكا بمزروعات أخرى. إن كانت الحكومة لن تنفذ الاتفاق سنفكر كيف ستتمكن أسرنا من البقاء على قيد الحياة، لكننا لن نزرع الكوكا مجددا، فهذا أضاع أولادا كثيرة من أسرهم. أنا أحلم بمستقبل أولادي، آمل أن يحصلوا على مهن جيدة وأن يصبحوا أناسا جيدين وأن يتابعوا العمل في الأرض الكولومبية. فبالنسبة لنا نحن الفلاحين تعتبر الأرض والقرية أمرا أساسيا، فالبلد من دون فلاحين ومن دون غذاء وطعام سيتحول إلى ساحة حرب. عندما لا يوجد الطعام لا يوجد السلام، ونحن نحلم بالسلام وببلد مستقر